تحية من جديد مباشرة من الملعب بلدية القنيطرة. لما يدخل بعد لاعبو فريق الرجاء شاهدنا شوط اول بين الكبيرين الرجاء والنادي القنيطري. شوط يمكن ان اقول بانه شوط للخوف، شوط للتوجس، شوط لا للمغامره، على اعتبار كل فريق لا يريد ان ينهزم. روماو يعرف انه يحمل فريق بمرجعيه كبيره ويعيش تحت الضغط بعد رج التغيير المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخه، والنادي القنيطري بعد فوزين متتاليين ومهمين اليوم يعرف انه يلعب امام فريق كبير اسمه الرجاء، يلعب باحتراس ويريد ان يخرج باقل الخسائر ممكنه. سنعاين ماذا سيحدث في الجولة الثانية ما بين الفريقين، ولكن ممكن زملائي التقنيين إزالة معيد الصوت، فقلت دخول لاعبو فريق الرجاء في هذه الأثناء في مقابلة ربما لا تحتمل القسمة على اثنين، إنما لقاءات الرجاء والنادي القنيطري دائما هكذا في القنيطرة وفي الدار البيضاء، فرص قليلة وتكتيك صارم وغياب يمكن نقول بهذه العبارة أو تغيب إن صح التعبير خط الوسط للنادي القنيطري وكذلك خط الوسط لفريق الرجاء، على اعتبار الماركاج او المراقبه اللاصقه لاعب للاعب وباكثر عدديه بخمسه سته لاعبين في خط الوسط لكل فريق، هو اللي صعب الماموريه ديال اللاعبين وجعل الكره تدحرج بشكل دائري او عرضي، الشيء اللي كيجعل البطء كبير يدب لاقدم اللاعبين للوصول او للاقتراب من مرمى كلا الحارسين. فرصتان مهمتان لكل فريق، عدا ذلك دحرجت كره هنا وهناك بعض الاخطاء الفرديه لبعض اللاعبين، انما الجولة الثانية سنراهن ماذا صحح روماو وماذا صحح المدرب الإدريسي في شوط ثاني. ربما بورزوق كما قلت من أكبر الصفقات في الدوري الوطني كرة القدم، وأغلب الظن غيدخل مكان اللاعب مبوسي لاعب الكونغو الديمقراطية اللي يمكن ما عطاش الإضافة في الجولة الأولى، بس واش اللي حصل الآن خروج مبوسي ودخول حمزة بورزوق من أكبر الصفقات، إنما كعطاء أنصار الخضر وأنصار الرجاء ينتظرون الشيء الكثير من هذا اللاعب. عنده امكانات الى انصهر داخل مجموعه الرجاء وداخل المنظومه التكتيكيه للرجاء، يمكن بورزوق يعطي الاضافه خصوصا الى جانب مويتيز بعد مغادره ياجور. انطلقت المقابله امامنا 45 دقيقه، ماذا سنعاين في الجوله الثانيه؟ كره في طريق الجبيره بكل هدوء مباشره الحارس خالد العسكري من كان يظن بان خالد العسكري سيعود لهذا المستوى بعد رجات، بهذه العباره رجات مره من هذا اللاعب، والكل يتذكر لما غادر الملعب بالرباط امام اندهاش الجميع في صدمه نفسيه ربما لم تؤثر عليه طويلا، على اعتبار انه تم احتوائه تمت مساندته من طرف كل فعاليه فريق الجيش الملكي حتى تعافى واستعاد امكاناته، والدليل انه الان في الرجاء يلعب مع فريق كبير الذي وصل معه حتى العالميه. كره رجاويه مشات عند سعيد فتاح قريب منه جبيره هادئ عملت ان دو 1-2، انما ما بيدي كان شويه ديال القوه الزايده في التمرير ديال مابيدي وتمشي تماس لفائده الفريق النادي القنيطري الذي يلعب بنفس التشكيل الذي ابتدا به المقابله. دائما التعادل سيد الموقف في هذا النزال الذي ربما لا يحتمل القسمه على اثنين. كونترول لسعيد فتاح بدون وجهه مشات عند سعيد قرو قريب منه رضوان الكروي يتوصل يحسن الانطلاقه، عنده لا بيرسي اذا مشى انطلق كيكون صعب. رضوان الكروي محاصر ثلاثه لاعبين، رشيد سليماني والقنطره الصغيره مشى عند مابيدي باللمسه الواحده، سعيد فتاح يخترق خط الوسط، مابيدي مشى عند رشيد سليماني رجل محوري في ظهير ايمن، رجل محوري سليماني يمكن توظفوه في اكثر من مركز، مشى مويتيز لاعب الكونغو يمر العقال ارسال كره في طريق البورزو في طريقه، ولكن تدخل عماد امغار الرجاء تضغط نسبيا في هذه بدايه الجوله الثانيه. الكونترو غير صحيح ونذكر المره المليون بان هذه الارضيه السيئه ديال هذا الملعب الاصطناعيه التي يعني تعقد ماموريه اللاعبين. الكونترو غير صحيح اوموتو يوسي ما مقدمش معزول في الخط الامامي لفريق النادي القنيطري، وحتى الامدادات النادره في الخط الامامي لفريق النادي القنيطري. سعيد فتاح يخترق محاوله تمرير يلعبوا على الاطراف تيلعبوا على جبيره في الطير الايسر ورشيد سليماني في ممر ايمن، عملت 1-2 مشات عند بورزوق يعني صعوبات كبيره يجدها اللاعبون لتنظيم الصفوف والانطلاقه
تنظيم الصفوف والانطلاقه. تحيه زملاء التقنيين، تحيه زملاء التقنيين الذين تولون النقل المباشر للمقابله، زميلي محمدي وخالد المسكوري في الصوت ورئيس وباقي الزملاء التقنيين في الوحده المتنقله للشركه الوطنيه للتلفزيون الذين يؤمنون النقل المباشر لهذه المقابله، وباقي الزملاء في كل ربوع الوطن، لان الدوري المغربي الان اصبح يعني منتوج تلفزيوني من طراز رفيع، على اعتبار انه تطلب وده العديد من المحطات التلفزيونيه. هذا دليل بان الدوري المغربي يرتقي، صحيح لم يصل لما نصبوا اليه، انما يجب الاعتراف بانه في الموسم الثالث الدوري الوطني الاحترافي تمت اشياء تمشي في الطريق الصحيح، تمشي في الطريق الصحيح، وضربة خطأ على درجة عالية من الخطورة لفريق النادي القنيطري، والأنظار تتجه للعاصمة المصرية القاهرة. القرار الحاسم، هل ينظم المغرب كأس إفريقيا أم لا؟ القرار سيتخذ الثلاثاء القادم بالدواليب الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة. والوباء المثير للجدل ايبولا يعني ترتعش الفرائس من ذكر هذا الاسم، فبذلك المغرب اتخذ قرار لان صحه المواطنين فوق كل اعتبار، فاتخذ قرار لتاجيل البطوله وليس للالغاء. على اي هذا موضوع اخر. فيما ننتظر ضربه خطا، يمكن الان بالرواس ترك الفرصه رضوان الكروي، الحكم كيطلب، كنت كنتمنى يكون الرشاش المتلا او الردات المتلاشي اللي تم استعماله في كاس العالم، لانه هناك كتتخذ واحد الوقت طويل من الحكم مع الجدار، رجع متر نصف متر 15 متر، الرشاش الردات المتلاشي. نتمنى يتم تطبيقه في الدوري المغربي لكره القدم. رضوان الكروي امامه الجدار، ساعه ديال الامتار 5 سنتيمتر، رضوان انما في الحارس، حارس يقيد مباشره عند جبيره ينطلق قرب منه مابيدي مويتيز. يعني صراحه جبيره عنده امكانات مهمه، مشات عند المايسترو بالرواس الاسرع وعاربه معمر، سعد القرو بعد التسرع لبعض اللاعبين يفقد يعني او يضيع بعض الكرات التي تكون في المتناول. ارتقاء بالرواس الاسرع والبولسو، الحكم يعطي ضربه خطا. متى ياتي الهدف للرجاء او للنادي القنيطري؟ متى ياتي؟ لا تسجل هدف يشعل فتيل المقابله وغادي نشاهدوا ايقاع اخر وسيناريو اخر. انما حتى الان التكافؤ سيد الموقف، التكافؤ، لا غالب ولا مغلوب. سعيد فتاح ابن المدينه القديمه للدار البيضاء، ابن الرجاء، رجع الوداد وعاد للرجاء. المدينه القديمه للدار البيضاء يعني باب مراكش، معروفه باب مراكش الدار البيضاء، عطات اسماء كثيره وهي واحده من قلاع ديال مسجد الرجاء ديال فريق الوداد البيضاء، لان مقالع الرجاء معروفه، لان الوداد كما قيل هناك المدينه القديمه، هناك المعارف، هناك بورغون، يعني الاحياء الاسطوريه المتيمه بحب الوداد. انما الرجاء عندها كما قيل اسطوري درب السلطان، كان تما انطلقت الرجاء. ولما نقول الرجاء نقول المدرب الاسطوري، ما قلت على المدرب المرحوم محمد الصويري، اقول على المدرب الاسطوري للرجاء وللوداد هو المرحوم الابشيمو. انطلق مع الوداد، تمت مشاكل، ويعني اقسم باغلظ الايمان بان يؤسس فريق اخر بالعاصمه الاقتصاديه يقتسم الشعبيه مع الوداد ويتنفس نفسه الوداد. وفى الرجل بالواد، صنع فريق اسطوري اسمه الرجاء، بالفعل صنع فريق اسطوري اسمه الرجاء. فبذلك حتى انه احدى ملاعب الدار البيضاء سميت باسمه وهو ملعب الابشيكو. كره رجاويه، عقال حكم تدخل لتصحيح مجموعه من الامور، ثنائيات، عقال، ارتقاء، كره للرجاء، فرصه مهمه، والحاج يعني لا ديتونت، يعني الارتقاء كان خاطئا. كره قنيطريه امغار جميله تمشي عند حسين زيدون، بطيء نسبيا، يمر بالرواس يعني كي طومبوريزي لو جو، يعني ترمومتر في الوسط، يمكن يرفع الايقاع يمكن ينزلوا. هنا تجربه لعيب، وهو واحد من الاوفياء لاسره النادي القنيطري، هادئ متخلق. كل واحد كيعطيه حقه باش تلعب في الدوري الوطني 15 سنه متواصله. يمكن ثاني او ثالث لاعب عمر اكثر من 15 سنه في صفوف فريق النادي القنيطري بعد العميد السابق منير الشعواني اللي لعب تقريبا 20 سنه داخل فريق النادي القنيطري. يعني اذا المقابله متواصله،
كره الرجاويه عريبه معمر، يمكن نقول لاعب باحتشام لانه مازال ما دخلش ضمن اجواء فريق الرجاء، يعني ماشي سهل تاخذ مكانه رسميه في الرجاء. الشيء يجعل معمر يلعب بهدوء وباحتراس باش ما يوقعش في اخطاء كثيره وباش يعطي يندمج تدريجيا داخل مجموعه فريق الرجاء البيضاوي. سبق لي قلت في الجوله الاولى فرصه زياده انما ضعيفه. قلت في الجوله الاولى مجموعه من الزملاء المصورين يتولون النقل المباشر، يعني المتابعه المباشره لهذه المقابله مختلف المنابر الاعلاميه. قلت بحضور الزميل عبد القادر بن مكي رئيس الجمعيه المغربيه للصحافه المصورين الرياضيين ورئيس الاتحاد العربي للصحافه للمصورين الرياضيين، كيحضر كذلك الزميل عقيل مكاو رئيس رابطه المصورين الصحفيين الرياضيين المغاربه. نعطوك واحد حقه، يعني جهازان مهمان ينظمان هذه المهنه اللي اصبحت مهمه جدا، هي التصوير الرياضي. يعني صور جميله يلتقط الزملاء في العديد من المنابر الاعلاميه، ذلك تعطي جماليه وتنضاف للصحافه الرياضيه التي اصبحت تتطور تدريجيا. كره قنيطريه، الحكم ترك الامتياز، جبيره ليس هناك خطا مفتكه بشكل صحيح، حسنا فعل ترك الامتياز، مرار مشات عند عماد امغار سريع في الاختراق، قريب منه اول حاج مشى امغار يشق طريقه جوج لاعبين مع المرور، انما صعوبه كبيره. سعيد فتح امامكم 27 سنه 54 دقيقه، الاعصاب كلها الاعصاب، 6 لاعبين 5 لاعبين قنيطريين في حركات تسخينيه، 6 لاعبين في حركات تسخينيه، فيما دور مهم اصبح للمعد البدني، مهنه اصبحت يعني تتطور بشكل مذهل. كره للنادي القنيطري تصل للاعب مويتيز، كره في طريقها البورزوق، هناك فقط ترابي، ابعاد كره يعني هوائيه، ارتقاء مويتيز، رازان من جديد. قلت معد بدني، يعني مهنه يعني مهمه جدا، ويعني عنده دور كبير المعد البدني لما يهيئ اللاعبين بطرق علميه، لان كل فصل على امتداد السنه عنده ضوابط على مستوى التهيئه البدني. يعني المهنه مهمه تنضاف لمهنه التقطير لتعطي لاعب مهيئ على اعلى مستوى يناقش 90 دقيقه او اكثر بمستوى عالي. كره لبالرواز مفتكه بشكل صحيح تمشي عند زيدون، سعد القروف ممر ايسر. لاحظوا كم متقاربون اللاعبون، كل مساحات تم تشديد الخناق، مساحات ضيقه، مصعبين الماموريال يعني لايجاد اشباه الحلول وليس الحلول كامله. كره للهلالي تمشي عند رضوان الكروي، مشاو للمسافات القصيره، مشاو للثنائيات المثلثات، ما عندهمش خيار اخر. كره سعد القروف يمر رضوان الكروي، محاوله المرور، يمرر يجيب زاويه الاولى في الجوله الثانيه والرابعه للنادي القنيطري منذ بدايه المقابله. هذا خربوش 31 سنه، واحد من اللاعبين المهمين داخل القلعه الخضراء للنادي القنيطري. الاجواء غائمه وانما دافئه في المدرجات. نتمنى تسجل هدف لهذا الفريق او ذاك باش تشعل المقابله. رشيد بالرواد ارتقاء فعلها رزان، الكونغولي روزان ارتقى فوق الجميع، والنادي القنيطري متقدم بهدف الى 0. يمكن نقول الشمعه ديال هذه المقابله واللهيب ديال هذه المقابله والشهد ديال هذه المقابله هو اللي صنع رزان الان، ارتقى فوق الجميع. لاحظوا مدى قسمات روما وتحكي روما في حاله وكان به لا يصدق ما يحدث. اشتعلت المدرجات وانصار النادي القنيطري بحال هيستيري. المايسترو بالرواز ارتقى، شوف الاكستنسيون، ارتقى فوق الجميع. ماشي اي لاعب يمكن يرتقي بهذا الشكل، اذا 1-0 النادي القنيطري متقدم بهدف الى 0. هدف رائع لفريق النادي القنيطري، روزان الكونغولي. وشهد هذه المقابله وسحر هذه المقابله، وعناق كبير ما بين مدرب حراس المرمى عزيز سيبوت والهيستيريا في المدرجات، خصوصا المدرجات المكشوفه، حيث الالاف من انصار حلال لابويل وانصار نادي القنيطري، فيما ذهول يعم منتصف الملعب حيث يتواجد تقريبا 5000 مناصر للرجاء
اذا المقابله مشتعله والشياطين الخضر للقنيطره متقدمين على النزول الخضر للرجاء في نزال يحبس الانفاس. ارتقاء جبيره، الكره اشتعلت، المقابله اشتعلت، مشات عند العقال، كره في طريق البورزو، اختراق الوسط، مر المابيدي، مابيدي غينطلق، مشى رشيد سليماني، تغيروا المواقع لخلخله الدفاع القنيطري. مابيدي مرر تمشي للوسط، دخل خربوش امامه زيدون، جميله تمشي عند اوموتويوسي، هذا لاعب من البنين يمرر، صعبت عليه المهمه والحاج، صعبت عليه المهمه، قفلوا عليه الزاويه، صعبت عليه الماموريه. عنده حل واحد يخرج كره التماس، هو الشيء اللي ما فعلوش الان. عطى جبيره، ابعاد، ارتقاء للوسط، مشى مابيدي والاسرع تمشي عند ليس مويتيس كونغولي، ليس مويتيس يلمس الكره باليد، اعتقد خطأ بانه الحكم صفر على لمسه على خطأ ولمس الكره باليد. هنا صافره يمكن طائشه من المدرجات توهم بانه خطأ. الحكم الان توقف المقابله، والطوفان الاخضر واهازيج قنيطريه تؤتي الفضاء وترفع المعنويات في هذه المقابله التي تحبس انفاس. كيف سيكون دفاع روماو؟ كيف سيكون دفاع النصور خضر للرجاء؟ ونحن نشاهد هذا الهدف الرائع، الهدف الخرافي للاعب روزان، فيما روماو هنا العراق سيبوس الحارس الكبير للنادي القنيطري اولمبيك ريبكا والفريق الوطني، الحارس اللي ما نصاتوش كره القدم، واحد من الوجوه اللي ما نصاتوش كره القدم. روماو صعبت الماموري على روماو، ضغط رهيب يعيشه هذا المدرب لانه جاء للقلعه الخضراء لاخراج من النفق المسدود، فيما 6 لاعبين قنيطريين في حركات تسخينيه في احماءات وذهول يعم فضاء انصار الرجاء. مقابله يمكن نقول تغيرت ب 180 زاويه على اعتبار هذا الهدف اللي جا مبكر من الدقيقه 60، 1-0 للنادي القنيطري. اوموتويوسي مشى قريب له بالرواس، عنده حلول كثيره، بالرواس يتوصل، يمرر، ريبريز فوري. كان عنده حل اخر، كان عنده حل انه يكونترول، كان بوحده. هذا اللاعب الهلالي لاعب سابق للوداد النادي المكنسي. هنا شوف المجهود اللي قام به بالرواس، وبالرجل اليسرى. هنا لاعب متكامل، 37 سنه، ما شاء الله، عطاء متواصل، خربوش يمكن نقول المحارب في دفاع فريق النادي القنيطري، لاعب صارم حتى مع نفسه، فبذلك خلق واحد الماركاج ستريكت. خرج مابيدي ويدخل لاعب محمد. اذا تغيير في صفوف فريق الرجاء البيضاوي، دخول لاعب عبد الكبير الوادي يدخل، الفتى الذي ربما تطارده لعنه الاصابه، لاعب عنده امكانات محترمه، انما حتى الان يتعرض للاصابه بشكل مسترسل، الذي غيبه كعنصر مهم من داخل القلعه الخضراء لفريق الرجاء البيضاوي. كره رجاويه، ننتظر دفاع فريق الرجاء، الحاج لمن قريب له سعيد فتاح، الكاك الان تناقش المقابله باحتراس، لاعبو النادي القنيطري يترقبون ردفع فريق الرجاء، ماذا سيحدث في 30 دقيقه متبقيه، وشنو غيخرج روماو كاسلحه كادوات كمنظومه تكتيكيه باش يناقش هذا الصرامه التكتيكيه اللي مناقش بها النادي القنيطري. المقابله شامويتيز، الاسرع سعد القرو، مقابله يمكن ارتفعت وحتى وتيره التعليقات ارتفع، لانه المقابله حتى حنا كنتاثروا بالمقابله كمعلقين، عندنا احاسيس، عندنا مشاعر، ولكن انا محايد، لست برجاوي ولست بالقنيطري، انا محايد، اعلق واعطي لكل ذي حق حقه. الهستيريا في المدرجات، يمكن نقول طوفان امواج بشريه قنيطريه متموجه في المدرجات، خصوصا في المنصه، المدرجات مكشوفه، فيما ذهول يعم تقريبا 5000 مناصر رجاوي، خصص لهم مسؤولون ومنظم هذه المقابله، تقريبا نصف المنصه المغطاه. النادي القنيطري متقدم هنا في القنيطره ب1-0 امام فريق الرجاء، هدف رائع للاعب الكونغولي روزان الذي اجمل ما في هذه المقابله، هو الهدف اللي متقدم به فريق النادي القنيطري. هذا الحارس عبد الرحمن الحواصلي، الكره في طريق الخط الامامي، دخل الحاج،
والحاج الكونترول صحيح، الكونترول صحيح لرضوان الكروي مشات عند الهلالي كي طومبوريزيو لو جو متقدمين 1-0 كيكسروا وتيره المقابله من الحكم ديالي خاطئه لبرواز، اول تمريره خاطئه لبرواز منذ 62 دقيقه مسترجعه من طرف نفس اللاعب مشات عند حسين زيدون خربوش جميله والكونترول غير صحيح، الكونترول غير صحيح بالرواس من جديد، بالرواس من جديد مفتكه بشكل صحيح ترجع لاعاده بناء من المنطقه الخلفيه مهدئ اللاعب مهدئ اللاعب والمقابله يعني الان بالتاكيد الادريسي يطلب من اللاعبين من الاستمرار في هذا الخط التصاعدي المستوى الهجومي فيما روما بدهول وباندهاش بتخوف بحسره بالتاكيد في مفكرته تترقص العديد من الاسئله المحيره على اعتبار فريق الفرق كبيره تعيش تحت الضغط، ضغط رهيب. هل يتحمل روما ام لا الدورة القادمه التي ستدار ذلك؟ كره رجاويه زيدان النقطه المضيئه في الرجاء الظهير الايمن واكبر عنصر من حيث في الملعب بالنسبه لفريق الرجاء هو الافضل كعطاء هو اللاعب رشيد سليماني. رشيد سليماني كره قدم لا تقاس بالسن وهذا الحواصل هادئ والانصار القطري الفرحه تهلو الوجوه والكل في حاله انتشاء. هذا فريق جمهوري يحب كره القدم، يمكن نقول جمهور قنيطري يحب كره القدم بشكل جنوني، جمهور يضحي بالتنقل بالدخول للملعب وبالتاكيد لما يصبح هذا الملعب عنده 35 او 40 الف متفرج في الثالث سنه القادمه تاكد بان يكون ملوءا اخره، لانه القنيطره واحده من الحواضر التي هي مهد لكره القدم، واحده من المدن المغربيه التي تعطي وتوجب بسخاء. الفريق مكانته الطبيعيه هي قسم ديال الكبار، مشى عماد امغار مستخلصه بشكل صحيح، يعني الحكم الادريسي تطلب من الحكم لمسه يد، انما الان الادريسي كيطلب من امغار بترك المساعد الاول جانبا، فيما هناك الكاتب الاداري الطنطاوي في نقاش مع حكم المقابله. لست ادري هل هو احتجاج ام تقصير وتيره المقابله، هذا موضوع اخر. انا بالنسبه لي بوالحواجب انا محايد بالحواجب ضابط ايقاع المقابله يمكن لمسه حتى انا كانت لمسه كاع وما شافش الحكم غير مؤثره، يعني هذه نقاش اخر. انا كنتقد الحكام ولكن نعطوك واحد الحقوق بالواجب ضبط ايقاع المقابله، ولكن ممكن زميلي محمدي شي مشهد من المدرجات مكشوفه لان هناك امواج بشريه. منظر رائع يرسمه انصار فريق النادي القنيطري، الفريق الذي الجمهور الذي يؤثر فضاءات هذا الملعب. هذا ملعب عريق، ملعب كما قلت عنده 80 سنه من التواجد، ويا حسره كان من احسن الملاعب الشوشبه الى جانب ملعب بشير محمديه. كان هذا في زمن يعود لي في نافون صعبه، ولكن الحكم يمكن نقول كان رحيم باللاعب سعيد، فتح لنا مشى برجل اماميه اللاعب الهلالي. قلت كان هذا العشب من اجمل الملاعب الشوشبه، انما كان ذلك منذ تقريبا 25 سنه الملعب افتقد الجوده، ولكن اصبحت الارض اكثر سوء لما تم تثبيت هذا العشب الرديء غير مصنف اللي صراحه يشعل يعني يمكن نقول بهذه العباره يشعل النار في اقدام اللاعبين. شوف سليمان شنو عمل، الكونترول والباساج والمرور. هنا ثقه لاعب مدافع ايمن. ما قلت لما كنتكلم ما كنتكلمش من فراغ، قلت سليمان يمكن يتوظف في اي مركز. شوف كيفاش غيمر، ما يمر لاعب مجرب ولاعب عنده ثقه وتجربه كبيره. يعني كما قلت هذا الملعب الرديء، الارضيه الرديئه يعني تشعل النار في اقدام اللاعبين. يمكن تسالوا اللاعبين، كل لاعبين الدوري المغربي اللي مروا من هذا الملعب يشتكون هذه الارضيه الرديئه. كره قنيطريه شاكوي تدخل فوق المناسب، مسترجعه مستخلصه. سعيد فتح في سلام امغار على المستوى الفيزيولوجي تشابه كبير ما بين اللاعبين، ما بين سعيد فتح وامغار. كره قنيطريه الحاكم قدر خطا ضد لاعب روزان. امغار يعني ترك فريق شباب الريف الحسيمي وانطلق والتحق بالنادي القطري. افضل انتداب بالنسبه لي انا شخصيا، افضل انتداب اللي قام به القطر هو اللاعب ديال امغار، من ضمن 9 ديال اللاعبين تم استقطابهم بمبالغ مهمه يمكن يكون عندها تاثير على الماليه العامه لفريق النادي القطري، الفريق الذي يشكو العوز ويشكو الموارد الماليه اللي يمكن ترفع من وتيره الاحلام ووتيره الطموحات وتجعل الفريق القطري يبحث عن الالقاب، ما يبقاش فقط يلعب الانفلات من القسم باش ما ينزلش القسم الثاني. هذا نقاش اخر وهذا كلام اخر. فيما
القوه الضاربه للنادي القطري، يد مسانده لا مشروطه، الالاف من انصاره ماشي غير في الملعب بلدي بل في كل ربوع الوطن. مبعده شطيب نهائي من طرف دفاع فريق النادي القنيطري. هذا لاعب اوموتويوسي يصارع اربعه لاعبين الرجاوي، مر من وسط اربعه لاعبين، عنده لياقه كبيره، دفع الامغار، مشى الكوفرتور ديال جبيره وارتباك كبير يمكن نقول ارتباك كبير ما بين الدفاع والحارس الرجاوي. الرجاء رد فعل يمكن نقول بهذه العباره تاخر رد فعل، تم ارتباكين في القلعه الخضراء. رد فعل فريق الرجاء لم ياتي النادي القطري، يمكن نقول الان بدا يتحكم في المقابله بواحد 70 حتى 80%، لانه المتقدم بهدف لا صفر هو الاكثر اقتراب للمرمى والاكثر احتكار للكره والاكثر مناوره. فيما يعني نترقب رد فعل فريق الرجاء متى ياتي، هل ياتي ام لن ياتي؟ هذه التساؤلات اطرحها كما يطرحها الملايين من المشاهدين وانصار فريق الرجاء في هذه المقابله. رشيد برواد، هل يكرر السيناريو؟ برواد مسجد ارتقاء، تجاوزت الجميع، كره في طريق الهلالي توصل للوسط، تدخل عليه معمر، هذا صاحب الاختصاص، ضربه راسيه خربوش من جديد، خربوش ضربه ميقاس تمشي الخط الامامي، ارتباك كبير ما بين اللاعبين، جبيره يناور، يعني يمكن نقول لاعبو الرجاء يلعبون بالنار على مقرب من مرمى الحارس. ضربه خطا اللي ترك الحكم الامتياز، كان ضربه خطا في الاول، ترك الامتياز الحكم يعني بسرعه اعلن على خطا. يمكن نقول العلامه الكامله لرشيد بوالحواجب في هذه المقابله. كره رجاويه تمشي عند رشيد سليماني لمن يمرر، فرصه من جديد رشيد سليماني، انشط عنصر في الرجاء، اليد الواحده لا تصفق، ونظن يعني يمكن نقول الرجاء، هذا رايي الخاص والشخصي، كيف تقل صانع العاب يمكن يكون لاعب محوري، يمكن هذا الدور تقوم به العقال، انما هذا رايي يمكن الرجاء في حاجه ماسه لاعب يكون مايسترو، لاعب اللي يمكن يكون ارتقاء. الحكم يقول عوده من حاله التسلل، يعني كما قلت الرجاء في حاجه ماسه لاعب مايسترو يمكن يكون هو اللاعب المحوري، هو الدور اللي كيقوم به رشيد برواد في خط وسط ميدان فريق النادي القطري. يعني كل سنه الانصار يقولوا بان هذه اخر سنه ديال رشيد برواد، ولكن كيفاجئ الجميع بهذا الظهور الكبير وبهذا العطاء، وليس عبثا من يحمل شاره العميد. هو لاعب على درجه عاليه من الاخلاق ومن دمه الاخلاق، هادئ، وبالتالي هو بمثابه مدرب داخل رقعه الملعب. يعني فيما ارتقاء مويتيس وجدار بشري رهيب للنادي القنيطري. كره عند اوموتويوسي مره ما كاينش تسلل، مشات عند اومغار يمر عند الهلالي يدخل المعترك، يمرر تهاوى لوحده لم تكن هناك عرقله، والحكم قريب من كل العمليات. كونترول صحيح، الوادي ينطلق، يمر المويتيس، هناك روزان يتدخل وابعاد نشاط. المدافع الجيد هو اللي عنده لونتيسيباسيون، عنده القوه الاستباقيه، لان المدافع اذا خطا مباشره للمرمى، هو الدور اللي كيقوم به روزان وكيقوم به حتى الغائب مامادو، لانه صحيح هو تقنيا عادي انما كمدافع عنده قوه استباقيه، والمدافع الجيد هو اللي كيقوم ترتكب اقل عدد ممكن من الاخطاء. بذلك يعني هذا الوادي امامكم ابن فاس حاليا صاهر داخل مجموعه الرجاء، لاعب شاب واعد، نتمنى يخرج كل امكاناته في مستقبل الدورات باش يعطي الاضافه المطلوبه لفريق الرجاء. جبيره ينفذ، ارتقاء خربوش، كره في طريق البرواز رشيد سليماني مرار، تمشي عند عقال ابن خريبكا 8 سنوات خارج عربي، لعب فريق جيش ملكي. اليوم يتواجد فريق الرجاء، بالتاكيد سيكون هناك بعض التغييرات، 6 ديال اللاعبين في حركات تسخينيه، من سيدخل من سيغادر. الجواب عند المدرب الادريسي اللي بالتاكيد كيقرا المقابله وتيشوف مكان من قوه ومكان من ضعف، انما المؤكد في هذه المقابله وان النادي القنيطري في الجوله الثانيه ضبط
الايقاع بواحد 70% حتى 80 ورد فيها الرجاء لم ياتي. يمكن نقول تاخر الرجاء، يمكن نقول بهذه العباره كاين هناك شلل في المجموعه كامله. هل مساله تغيير المدرب، هل فقدان الثقه من نفسيه اللاعبين، هل الضغط الرهيب من الانصار والجمهور وفي، الجمهور الرجاوي وفي، مشى حتى حضر بالالاف مقابله ديال الحسنيه، ما هضمش الهزيمه ديال 5-2، مشى للمقابله واعداد اقل في اكادير مع فريق اولمبيك وربكا. اليوم جاب اعداد كبيره تقريبا 5000 مناصر، رقم ماشي سهل، رقم ماشي سهل، جاب 5000 مناصر. فبذلك الفرق كبيره تعيش تحت الضغط، تعيش تحت الضغط، والفرق الكبيره قد تتاثر قد تمرض، انما لا تموت ابدا. انصار والرجاء منكم بالالاف حضروا عبر القطار، عبر الحافلات، السيارات الخاصه، كل طرق تؤدي الى الملعب البلدي. في هذه المقابله اللي نتقدم فيها فرسان سابو متقدمون عن النسور الخضر للرجاء بهدف 0 في مقابله متوسط الايقاع، وان كان فريق النادي القنيطري في الجوله الثانيه هو الافضل نسبيا. الحافظي ورقه اخرى يرمي بها المدرب كما قلت عقال يغادر. يعني الرجاء في حاجه ماسه لصانع قرار، وكأني بالمدرب روماو في الاستماع على اي نادي. ملاحظه خاصه، هذا راي شخصي، لا اقلل ابدا من قيمه العقل، انما الرجاء في حاجه ماسه. المايسترو يمكن يكون هو صانع القرار داخل المستطيل الى جانب المدرب. اذا تغيير يقدم عليه المدرب روماو الثاني في صفوف فريق الرجاء، فيما النادي القنيطري سيقدم على تغيير 3 تغييرات في فريق الرجاء، فيما هناك دخول منوي الزهيد لاعب فريق الفتح الرباطي تدخل مكان العميد رشيد بالرواس. يمكن نقول بالرواس قياسا مع سنه وقيمه المقابله لعب 73 دقيقه بعد العباره الله يجعل البركه، يعني ب 73 دقيقه ماشي سهله، ولعبها بايقاع مرتفع لانه كان لاعب محوري، ماشي لاعب استرجاع، لاعب محوري في خط وسط ميدان فريق النادي القنيطري. كره رجاويه، تماثل الرجاء، الاجواء غائمه في المستوى المناخي، انما المستوى الكروي عطاءات متوسطه، ولكن المستوى الجماهيري حضور لافت للانصار والالاف يؤتتون فضاءات الملعب البلدي بالقنيطره. كره رجاويه، مشى رشيد سليماني، كل كرات من مفارقه العجبه في المقابله، كل امدادات هجوميه لوسط الحارس الحواصلي جات من الظهير الايمن ولا شيء غير ذلك. هذا يعطي الانطباع ان ثمه خلل في العطاء وفي المنظومه التكتيكيه اللي حبك الخطوط ديالها والخيوط ديالها المدرب البرتغالي روماو اللي سبق له توج بلقبين مع الرجاء مع فريق الوداد. رشيد سليماني من جديد، جدار بشري قنيطري متراص ومتماسك امام المرمى، فرصه تشطيب من طرف روزان، الهلالي الكونترو غير صحيح، مشات عند علي با معمر يمرر، انما كيف السبيل، اقفلت كل ما مرات والكاك تناقش المقابله باريحيه بهدوء. وهذا رضوان الكروي غارق في اللعب الفردي، واثار حافظه المدرب الادريسي عنده حلول كثيره، كان يمرر عنده حلول كثيره، انما هنا بعض اللاعبين مازالوا كيمارسوا بعقل هاوي، يفوتون الفرص على بعض الزملاء ديالهم. ماشي فكاك في الرجاء، في العديد من الفرق بعض اللاعبين كيكسروا وتيرات بعض البناءات الهجوميه باللعب الفردي. خروج غير موفق واصطدام رهيب ما بين الحارس. هنا قراءه، هنا نتحدث على اونتيسيباسيون، هنا قراءه ديال المدرب ديال المدافع عفوا، هنا القراءه ديال الترابي ما كانت صحيحه 100%. بهذا الخروج ديال الحارس الحواصلي وقع هنا اصطدام، هنا التمريره ديال رشيد سليماني، هنا غيرتقي مويتيز، امداد الشميد هنا غادي يخرج، هنا لم يقرا الحسابات جيدا. هنا الفرق ما بين مدافع جيد ومدافع ليس كذلك، يعني هنا الفرق، يعني المدافع الممتاز هو كيخرج التايم، يخرج التوقيت الصحيح. بعد شهوب الحارقه تورما في المدرجات، فيما تغيير اخر في صفوف النادي القنيطري، الهيدوري حسن واحد من ابناء النادي القنيطري يدخل الان بعد حين لمؤازره باقي المجموعه. كره رجاويه ناصر الدقيقه 75، الكاك متقدمه بواحد 0، هدف روزان منذ الدقائق الاولى على انطلاقه الجوله الثانيه. نذكر من جديد حراسه امنيه مشدده هنا في الملعب وفي كل معابر ديال الملعب البلدي، من محطه القطار في المحطه الطرقيه في طريق السيار، باش تمرر المقابله في احسن ظروف، ان كانت التاريخ يشهد بان الكاك والرجاء
اواصر كبيره واخاء كبير ما بين اللاعبين والمسيرين والانصار. قد تفوز الرجاء، قد يفوز القنيطري. في القنيطره في الدار البيضاء الامر سيان. اخوه كبيره، نتمنى هذه الاخوه تنطبق على جميع الفرق المغربيه. كتبقى الرياضه اخر مطاف، كتبقى الرياضه. الرجاء ما نقدمش كثير، حتى هذا رساله جمهور الرجاء. يمكن الرجاء ما يفوتش بشي لقب هذا الموسم، ماشي نهايه العالم. الفرق الكبيره قد تتعثر، حتى الريال، حتى البارسا، حتى الفرق الكبيره تمر فتره الفراغ. لذلك هذه رساله جمهور الرجاوي باش يحاضر اللاعبين. كره قنيطريه، تدخل صحيح، تدخل صحيح. والحاج واحد من القلائل اللي نادى عليه المدرب بدو الزكي للدخول في معسكر تدريبي ترقبا للقاءين الوديين المقبلين والقريبين بملعب ادرار امام البنين وزيمبابوي. كره للرجاء، الوادي يمكن نقول بعض العباره ما عطاش اضافه، يلزمو وقت طويل لانه تطرد اصابه، يلزمو انذار. هنا يلزمو انذار، عملت كروشاج من الخلف، انذار واضح. الوادي يلزمو وقت طويل باش يندمج مع شأنه في ذاك الشعب معمر. العديد من اللاعبين، حتى الحافظي تحدثت عليه، شيء اللي ما يمكن ما عجبش بعض المنابر الاعلاميه. هذا رايي انا، اعطي كل شيء حق. قلت في احدى المحطات، في احدى المقابلات، الحافظي ماشي هو الحافظي اللي بدا مع الرجاء منذ سنتين، والدليل هو الحافظي الان في دكه البدلاء مع بن شيخه والان مع روماو. الرساله واضحه، يلزموا الاجتهاد. قلت بالحرف حافظي محظوظ، حافظه وغيره من اللاعبين. اي لاعب يجي الرجاء ويلعب في الرجاء غيكون محظوظ، وإذا كان محظوظ يلزمو يشتغل ويرفع من الوتيره باش يرضي الانصار ويرضي المسؤولين. لان الرجاء ماشي اي فريق. الرجاء اذا قلت فريق اسطوري كنعرف شنو تنقول. فريق اسطوري بالتاريخ، بالالقاب، بالاسماء الرنانه اللي مرت منه على مستوى التسيير. يعني مسؤولون كبار مروا من القلعه الخضراء. التاريخ سيتذكرهم. شغلوا بنكرانيات، تجردوا من الانانيه، اعطوا بسخاء على حساب اسرهم وعملهم تنتعش القلعه الخضراء للرجاء. كره قنيطريه، ولما نذكر القنيطري نذكر مسير مرجعي واسطوري، واحد من اللي اعطوا كثير كره قدم مغربيه. فارقنا مؤخرا واحد من المسيرين الاسطوريين في كره قدم القنيطريه والمغربيه، المرحوم الحاج محمد دومو اللي فاز مع النادي القنيطري القاب عديده، وخصوصا لقبين تاريخيين 80 81 و 81 82. يعني الرجل الذي اعطاه بسخاء سيتذكره التاريخ طويلا على مستوى الكره. اين نحن من هذه الطينه من المسيرين؟ ذكر بالهاشمي المولوديه، ذكر السليماني الفتح، مجموعه كبيره. سعيد بن خياط فاس، مكوار، مرحوم مكوار اللي صنع، يمكن نقول المدرب واحد من الاساطير كذلك مرحوم مكوار، المدرب اللي تمكن يجيب فرق كبيره للدار البيضاء المغرب في منتصف السبعينات القرن الماضي. يعني جات اجاك، جات برشلونه، جاو فرق كبيره. والمرحوم مكوار كان من الناس اللي حطوا اللبنات الكبيره في منتصف السبعينات باش فرق ديال الوداد يصعد على الكعطه. خروج الكروي ودخول حسن الهيدوري، هنا طرح التساؤل: متى يحطم الرقم الاسطوري ديال الهداف الاسطوري للنادي القنيطري محمد البوسعيد؟ 25 هدف. هنا الشلال اللي كيدب الاقدام ديال المهاجمين منذ تقريبا 1982، 26 سنه لم يحطم هذا الرقم. والكثير من الناس ما كيعرفوش بان البوسعيدي في موسم 75 76 هي السنه اللي لعب فيها فرصه للنادي القنيطري، مشى جا الفرصه، مشى عماد ومغار، محاوله المرور قرب من رونجبيره، ومحاوله الترويج. شوف شنو تيعمل. اثار هذه اللقطه واللمسه اثارت فضول انصار النادي القنيطري. قلت كثير من الناس في موسم 75 76 السنه اللي لعب فيها فريق النادي القنيطري نهايه كاس العرش في ملعب مرشان بطنجه وانهزم ب1-0 امام الفتح، وهي السنه اللي صعد فيها فريق النادي القنيطري القسم الاول ولعب النهايه. البوسعيدي سجل ما بين منافسات كاس العرش والدوري الوطني 42 هدف. هذه للذكرى وللتاريخ. يعني يمكن تجي ما كيعرفش هذا الرقم. هنا هداف اسطوري بكل ما تحمل الكلمه منه. كره رجاويه ابتلعت عكس المقابله، اقل من 10 ديال الدقائق، الاجواء غائمه على المستوى المناخي، انما مشتعله في الملعب وفي المدرجات من جهه واحده. انصار والرجاء في حاله ذهول وامدادات لكاك على المستوى الهجومي، يمكن يمرر، يمكن يسدد، زيدان
كان بامكانه يمرر اللاعب الهيدوري اللي كان حرا انطلاقا ممر ايسر. كره رجاويه، مشى علي با معمر، فراغ في خط الوسط، علي با معمر ينطلق، علي با معمر يمرر، كره صعبه للرجاء، محاوله المرور، الحافظ يتاخر، الحافظ يتاخر، انما لا زال محافظ على كرته، الحافظ ينطلق، الاجواء اصبحت غائمه والامطار متهطله والمقابله مشتعله، الكره في طريق البا معمر، الرجاء تندفع، هذا جبيره يمرر، جدار بشري رهيب للنادي القنيطري، كره للكاك مستخلصه من طرف الرجاء، انطلقت علي با معمر، محاوله المرور، الحكم يعطي ضربه خطا، الحكم يعطي ضربه خطا ضد لاعب الترابي. الامطار اصبحت تتعطل والاجواء غائمه على المستوى المناخي انما على المستوى الجماهيري مشتعله المدرجات، وخصوصا مدرجات فريق النادي القنيطري حيث تواجد الاف من الانصار في مقابله تحبس الانفاس كما حبستها دائما. هنا الانطلاقه ديال حسين زيدون تخلص من الرقبه، سدد، انما الحارس الرجاوي كان في المكان المناسب. ضربه خطا خطيره جدا لفريق الرجاء، خطيره جدا لفريق الرجاء، وتاتي في وقت استراتيجي من المقابله. الدقيقه 82 الحارس الحواصلي غيكون في زاويه والجدار في زاويه اخرى، خطيره جدا، واغلب الظن ليس مويتيس الكونغولي صاحب الاختصاص، صاحب اليسرى المرعبه امامكم على الصوره، يطلب من باقي الزملاء بالابتعاد وابقائه وحيدا لتنفيذ هذا الخطا. ضربه خطا خطيره لفريق الرجاء، بورزوق مويتيس من يسدد، بورزوق مويتيس من يسدد، انما المؤكد هو اللاعب مويتيس. الحكم يؤشر، الحكم من جديد يطلب من الدفاع جدار نادي القنيطري اعطاء 9 امتار و15 سنتيمتر، 9 امتار و15 سنتيمتر لسمويتيس. الجمهور في حاله ترقب، الحكم بوالحواجب يؤشر، بورزوق ضعيفه، اعتقد بان لويس مويتيز بورزوق ضعيفه، ونذكر بان صفقه بورزوق من اكبر الصفقات ماشي غير في هذا الموسم في التاريخ ديال الدوري المغربي لكرة القدم، عطاءاته متذبذبه منذ بدايه هذا الموسم، وبالتالي بقاؤه في دكة البدلاء مع الجزائري بن شيخه، والان مع المدرب خوسي روماو. صعبت عليه الماموريا، شلت حركه الرجاء في هذه المقابله، تاخر رد فعل فريق الرجاء، اندفاع قنيطري، مشات عند الهلالي، كره في طريقها الاوموتو يوسي من جديد، كانت بيونافو الحكم ترك الامتياز، حسنا فعل، مشى الوادي يمرر، هذا روزان، كل كرات السباق رائع لهذا اللاعب، لاعب يمكن نقول بهذه العباره انتحاري في خط دفاع فريق النادي القنيطري، يعني عنده تدخلات لا زياده ولا نقصان، كل تدخلاته العالم الكامله. الاجواء اصبحت غائمه، اذا مشات واحد زاد واحد نصف ساعه يمكن تحجب الرؤيه لانه الاجواء غائمه، ولكن حتى الان المقابله تقترب، بقات تقريبا 4 6 دقائق، مشات عند الهلالي ينطلق، يمكن يعطي الهيدوري، عنده حلول كثيره، محاوله المرور، تمريره، انما الحارس يقف بسرعه. خالد العسكري تمشي عند عبد الكبير الوادي راوغ، اشتعلت المقابله. الشوط الثاني افضل بكثير من سابقه، مشى الوادي يغير كليا، الحافظ ينطلق قريب له سعد القرو، محاولة المرور، المقابله متقده والهستيريا في المدرجات، انصار النادي القنيطري في حاله هستيريا، منتشون مزهون فرحون من حقهم ذلك. تمريره مويتيز، محاوله تسديد وكوت زيزو، يعني ضربه مقاس على الطاير، ابعاد خطوره، ضغط رهيب للرجاء في هذه الاثناء، كره رجاويه، مشى رشيد سليماني، الخطوره تجي من هذا اللاعب، يمرر، ودفاع انتحاري للنادي القنيطري، اندفاع انتحاري واستماته كبيره للاعبين فريق النادي القنيطري في هذه 10 دقائق الاخيره. شعرت المقابله، وبالحواجب تقنيه البلوتوث كيناقش كل كبيره وصغيره مع المساعدين ومع الحكم الرابع. اصابه اظنه الترابي، الاجواء اصبحت ممطره، امطار قويه تتهطل في هذه الاثناء، انما المدرجات مشتعله، المدرب مشتعل. هنا سليماني، الكلمه الكامله، العلامه الكامله لعامل فريق الرجاء، افضل عنصر فريق الرجاء في هذه المقابله. نقولها بهذه العباره، ماشي الرجاء كنعرف هذه المقابله، صحيح النادي القنيطري افضل في الجوله الثانيه، انما انتظرت رد فعل فريق الرجاء، وعلى الاقل في ادنى المستويات الرجاء كانت يمكن نقول بهذه العباره كانت غايبه، وشلل كبير في عطاءات فريق الرجاء. فيما هذا الفتى الوديع للحسيمه، امغار النقطه المضيئه كانتداب، اعطى الاضافه واعطى الاقناع. لاحظوا من يفعل، يروض جبيره ويروض كذلك الكره، ويحافظ على الكره ويعطي الامداد لباقي الزملاء، فيما انصار نادي القنيطري في حاله انشجار وذهول وخيبه امال، ويمكن نقول
يعني حزن كبير بهذه العباره، حزن كبير داخل انصار فريق الرجاء. فيما امامكم الانصار يعني الشياطين الخضر اللي سابوه، فرسان سابوه، لقبوهم ما شئتم. انما الفريق الكبير فريق النادي القطري بالرغم من الازمات الماديه اللي مر منها، بالرغم من الصعود والنزول، فقوته الكبيره انهم يكبر امام الفرق الكبيره، يكبر امام فرق كبيره. يمرر دخل روزان الكونغو من كونغو برازافيل مشى في هذه المقابله، هو صاحب الهدف الوحيد. زينة سعيد فتاح يزداد، وكانت متابعه الحارس، انما تدخل رائع للاعب الترابي. امامكم على الصوره والادريسي يراقب الكره على اعصابه. هذه المقابله بقات 4 دقائق بالتاكيد غيضيف الحكم واحد 3 دقائق اضافيه، الكل يترقب صافره النهايه. هل يسير النادي القطري نحو الفوز الثالث على التوالي؟ المقابله لم تنتهي بعد. سعيد فتاح يمرر ترابي، زاويه من جديد سماتة كبيرة ويقظة أكبر للحارس عبد الرحمن الحواصلي اللي قلت كيشكل 50% من القوة الضاربة ديال النادي القطري. حارس تدريجيا آخر ينصاع داخل أجواء النادي القنيطري من جديد عند عماد أمغار ينسل، يمكن يمر، عنده حلول كثيرة، يمكن يعطي لهم موطويوسي، عنده حلول كثيرة، مشى الهلالي، مشى أمغار، يمكن يمرر. هنا المبالغة، هنا الفكر الهاوي، عنده 2 ديال الحلول، يمس 3 الحلول، يعطي الأوموطويوسي، يعطي الهلالي، أو يسد، ما عمل لا الأولى لا الثانية لا الثالثة. هنا بعض الهفوات لبعض اللاعبين بالرغم من توفرهم على بعض الامكانيات المهمه على المستوى التقني، كما هي الحاله بالنسبه للاعب أمغار. اصابه أمغار، هل يخرج لاعب الرجاء الكره لاعطاء الاسعافات الضروريه؟ لم يفعلوا ذلك. الان تصل الكره للاعب الهلالي، محاوله المرور، المقابله متواصله. مشى أوموطويوسي سريع وقوي، ماذا سيفعل أوموطويوسي؟ فضل يخرج كره باش تعطي الاسعافات الضروريه للاعب عماد أمغار. تقريبا 13 الف متفرج هو عدد جمهور يتابع هذه المقابله، ولو ما كان واحد شاغر في الملعب. يعني فيما اذا ما انتهت المقابله بهزيمه فريق الرجاء، زعما غتكون رجه كبيره داخل يعني جمهور فريق الرجاء. هذا هو حل الفرق الكبيره، ما كيرضاش، ما كيتقبلش واحد السلسله من النتائج السلبيه. يعني اليوم الرجاء من هزمه، النادي القطري هو الافضل، شوط اول متكافئ، انما الافضل وبكثير جوله ثانيه هو فريق النادي القطري. انما اللي ما فهمش هذه المقابله هو الصوره الباهته باش لعب فريق الرجاء. يعني الرجاء بعيده بواحد 70 حتى 80% من الرجاء اللي كنعرف انا شخصيا. هذا جبير امامكم، يعني خلقوا لهم اللاعبين النادي القطري متاعب كبيره، والكاك يمكن نقول فريق بلا نجوم اذا استثنيت العميد بالرواس، انما قوته كبيره في التلاحم من المجموعه. تمكن الادريسي باش يخلق واحد الجو، واحد التجانس ما بين المجموعه. محمد الناجي واحد من لاعبي مدرسه النادي القنيطري يستعد للدخول، ارتقاء، كره قنيطريه، روح رياضه كبيره، وعوده عماد أمغار لرقعه الملعب، لاعطاء الاضافه المطلوبه لباقي اللاعبين. فيما المقابله متواصله، والجمهور القنيطري في حاله انتشاء. كره للرجاء، خطا لشاكو، مشى الهلالي، فرصه قنيطريه، مشى اللاعب في الجهه اليسرى، محاوله مرور، تاخر عماد أمغار، وكانت متابعه ديال احمد شاكو. فيما نقترب من هذه المقابله 10-20 ثانيه، وبالتاكيد الحكم غيضيف واحد 2-3 ديال الدقائق. فيما 4 ديال الدقائق، بالفعل 4 ديال الدقائق يمكن غيكون تغيير اخر صفوف فريق النادي القنيطري. جوله ثانيه مغايره خلالها يمكن نقول الادريسي تفوق على روماو، ومتاعب روماو ستزداد، وربما توقع روماو اي شيء الا هذا العرض الباهت اللي قدمه فريق الرجاء في هذه المقابله. انما هذا لا ينقص ابدا من قوه فريق النادي القنيطري وسمات النادي القنيطري اللي كان الافضل في 45 دقيقه ديال الجوله الثانيه. كره قنيطريه راسيه، محاوله تسديد، اين نحن من الهدف؟ ترك الشباك جانبا وسدد بعيدا لتضيع هذه الفرصه. هذا حسين زيدون لاعب سابق للوداد والاولمبيك اسفي. 5 متر و50. تغيير اخر، خروج لاعب، اذا تغيير اخر صفوف فريق النادي القنيطري. دخول محمد الناجي
من سيغادر؟ أظن أمغار بالفعل. إذا أمغار ابن الحسيمة يغادر الملعب ودخول محمد الناجي واحد من أبناء مدرسة النادي القنيطري. أمغار تأقلم بشكل سريع مع أجواء فريق النادي القنيطري، يتلقى التهنئة من المدرب وباقي الطاقم التقني لفريق النادي القنيطري. ذكرت بأنه فيه كيتواجد المدرب ديال حراس المرمى عزيز سيبوس، نسيت لاعب اخر هو المساعد محجوب البكري، ونضيف حتى مصطفى الصندادي الممرض والحارس السابق لفريق النادي القنيطري. وكيف سيدي يحيى كره رجاويه، تمريره، تدخل شطيبي، سمه قنيطريه، فتره حرجه يمر من دفاع فريق النادي القنيطري. نصل الدقائق 92، بقات 2 دقائق تفصل الفريق القنيطري على 3 نقاط، فيما الرجاء ربما لاعبو الرجاء، اطر الرجاء، جمهور الرجاء في حاله ذهول، وكأن بهم لا يصدقوا ما يشاهدون في هذه المقابله وفي المقابله الاخيره لفريق الرجاء. عمل مضني وعمل كبير وشاق ينتظر المدرب البرتغالي روماو لاعاده المناعه، لاعاده الجاذبيه، لاعاده الفعاليه لفريق نحبه كثيرا هو فريق الرجاء. كره رجاويه، الحكم يعطي الامتياز للاعب الترابي، عنده صراع مع بورزو ودائما وفي لعادته. احتجاجات لا مبرر لها لبورزو، في الوقت خصو يجتهد ويعطي بصخاء. كاريج هو شديد يعني الشد والجد مع الحكام، هذا لا ينفع الرجاء في شيء. كره قنيطريه اخر فتره المقابله والاصداء تصلكم، والجمهور القنيطري في حاله انتشاء وفي حاله سرور، وقسمات وجبرتو تحكي وحلال بوز وباقي انصار القنيطري في حاله انتشاء، في حاله سرور، في حاله انشراح. النادي القنيطري يمكن نقول جوله ثانيه حكم قبضته على المقابله وفرض ايقاع المقابله بعد ما انتهت الجوله الاولى ببياض وبالتكافؤ ما بين الطرفين. اذا اخر فتره المقابله رد فعل فريق الرجاء تاخر، الا ما اقول غاب في هذه المقابله. علي معمر عرضيه شات عند رشيد سليماني، افضل عنصر للرجاء في هذه المقابله هو رشيد سليماني. بيو نافون الحافظي تذبذب عطاؤه بشكل مخيف منذ السنه الماضيه حتى الان، عطاؤه لم يتجاوز ربيعه الثاني والعشرين. يعني هنا كنتحدث على النجوميه، يعني نقولها بهذه العباره، النجوميه المزيفه، لاعب كيعطيك ماتش 2 3 ومن بعد ذلك كيتراجع للوراء. انا في الوقت كنشوف بعض المنابر وبعض المحطات يعني الادائيه تطبل وتزمر وتنفخ وتصنع نجوم من وراء. هذا يعني عنده رد فعل انعكاسي على مردوديه اللاعبين، وهذا من النموذج امامكم الان. الحافظي وغيره من اللاعبين اللي ما تجاوزوش 22 23 سنه ولكن تراجع عطاهم بشكل مخيف. كره قنيطريه، روزان يخطئ الوجهه من جديد عند الحارس يسدد، ترجع عند علي معمر تقريبا 2 التوانيات المقابله، ارسال كره طريقه المويتيز، كره عند سعيد، ارتقاء لروزان من جديد، تدخل سعد القرو، رشيد سليماني، تمشي عند علي معمر، ارسال، ارتقاء، فرصه، كره عند جبيره محمد تمرير، يمرر كره المقابله، بالدو ماتش، كره المقابله رأسية ولكن جانبية. أفضل ما فعلت الرجاء هي هذه التسديدة، فتأتي تجاوزنا الوقت تقريبا ب 30 ثانية. هنا التمريرة جميلة مليمترية ديال جبيرة وارتقى فوق الجميع، ولكن رأس البورزو سنتيمترات قليلة. اعتقد الهدف يمكن نقول انتهى كل شيء، انتهت المقابلة، ستنتهي المقابلة، إنما يلزم مدرب روما وكل مكونات الرجاء إعادة مراجعة الأوراق. تنتهي المقابلة، فوز يمكن نقول مستحق ومنطقي لفريق النادي القنيطري اللي قدم جولة ثانية مثيرة وكان الأفضل. الرجاء بكل صدق الرجاء غابت في هذه المقابله. انتظرنا رد فعل بعد تسجيل هدف روزان، انما رد فعل
ما نقولش اخر انما غاب عن المقابله. اوراق عديده سترتب او عليه ان ترتب داخل القلعه الخضراء، وروما ينتظر عمل كبير. فيما هذه السلسله النتائج السلبيه لا تنقص ابدا من قيمه فريق الرجاء. يلزم الجمهور ديال الرجاء يصبر شويه على الفريق ديالهم، وفرحه كبيره داخل مكونات كل فريق نادي القنيطري. فرصه سابوا الفوز الثالث على التوالي وارتقاء في صمت لمصاف الكبار. انقل لكم تحيات كل زملائي التقنيين الذين امنوا النقل المباشر لهذه المقابله. كان معكم في التعليق المباشر عبد الحق شرط من القسم الرياضي. القاكم في مناسبه قادمه بحول الله.